السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض النهاردة السابليه الفرنسي بطريقة سهلة جدا. خديها مني وقومي طبقيها. طريقة 3-2-1. 3 يعني 300 جرام دقيق الضحى درجة أولى دي 1 بتبقى مكتوبة في الظهر. 2 يعني 200 جرام زبدة لورباك أو زبدة طبيعية بدرجة حرارة المطبخ. 1 يعني 100 جرام سكر بودرة. عندي كبة مش بيحتاج ولا عجانة ولا مضرب ولا أي حاجة خالص. عندي بخلط 300 جرام دقيق مع 100 جرام سكر بودرة. بخلطها ثانية واحدة كده لمجرد الدقيق يتداخل مع السكر. الزبدة عندي بتكون باردة، يعني ولا هي ساحت ولا هي متلجة، درجة حرارة المطبخ. هنبدأ والكيتشن ماشين شغالة، هنبدأ نقطع مربعات بالسكينة وننزلها. هنلاقي الدقيق بالسكر لما بقوا عاملين زي رملة البحر زي ما احنا شايفينها كده. اسهل من كده مفيش، ولا بيض ولا فانيليا ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة تتخيلي. اما الطعم بقى هو اعلى من البيتي فور في التست بتاعه جدا. هنا شغالين في مرحلة الزبدة، وبتبدأ العجينة تاخد شكل معايا في الكيتشن في ثواني بالظبط. عبارة عن حاجة بسيطة بتتعمل بس جميلة جدا جدا جدا، ولا بتفرش في الفرن ولا بتنشف. هي عبارة عن حاجة ريحتها جميلة جدا، طعمها حلو قوي وغني. زينتيها ماشي، ما زينتيهاش ماشي. كده دخلنا في دقيقة تانية خلط الزبدة مع السكر، يبقى كل الموضوع 5 دقايق. انا عملت هنا مقدارين اللهم بارك، يعني 300 دقيق، 200 زبدة، 100 سكر بودرة. عملت نفس المقدار بالضعف. عايزه اقولك كيلو سابليه السنه دي في الافخم المحلات اللي بتعمل السابليه مش اللي بتعمل البيتي فور، الكيلو ب 340. عايزه اقولك ال 600 جرام دقيق مع 400 زبده مع ال 200 سكر بودره عامل لي 2 كيلو سابليه بالشوكولاته فخم جدا جدا جدا. ده شكل العجينه معايا. هبدا اطبقها ما بين كيسين او استريتش. هفردها بالعجانه، بتشتغل فيها على طول، بس يستحب في مكان يكون بارد فيه تكييف عشان العجينة طبعا رطبة جدا من الزبدة اللي فيها. في المرحلة دي هكون سخنت الفرن. طبعا حبايب قلب ماما بيشتغلوا معانا عضي وروفان. السابليه ده حاجة للتسالي، حاجة جميلة جدا ومبهجة والله. جربوها يلا بطريقتنا عشان تحسوا ان انتوا عملتوا حاجة جميلة جدا للعيد ومميزة. دي وصفة الاسطمبة بتاعت عيون المها قلوب، ودي في قالب التارت الصغير. هنسويهم كلهم مع بعض في صينيتين كبار، وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 180. اول ما تطلع هنسيبها تهدى خالص. هكون سيحت الشوكولاتة بتاعتي، بستخدم جولدن باك مع معلقتين زيت ذرة. حطيتها في الميكرويف 20 ثانية. هنبدأ ننزل السابليه في الشوكولاتة، هنرصهم في صواني وندخلهم التلاجة يدوبك يبردوا حاجة بسيطة جدا. الشوكولاتة اول ما بندخلها التلاجة من 7 ل10 دقايق بتكون شدت. هنبدأ نزينها بصوص الشوكولاتة، عليها عين جمل، مكسرات اللي انتي حباه.